اهلا بيكم مره تانية ببرنامجكم شباب على الهوا. والنهارده معايا مجموعه من الشباب من خلال فرقتهم بيج باند بيشاركوا معانا النهارده من خلال مجموعه من الاغاني المتميزه. خلونا نرحب بيهم. بيشرفنا النهارده في الاستوديو محمود كمال شاعر. اهلا وسهلا بيك يا محمود. كمان بتشرفني جهاد لطفي مطربه. اهلا وسهلا بيك يا جهاد. بنلتقي المره الثانيه. المره دي هتبقى مختلفه عن المره اللي فاتت. انا المره دي مع البند بقى مع فريق الكورال المره اللي فاتت. تمام. كمان مشرفني عازف الاورج شادي جابر. اهلا وسهلا بيك يا شادي. اهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيب. وايه الاخبار؟ الحمد لله زي الفل. جاهز بالاورج والمزيكا والامور دي كلها ولا ايه؟ ان شاء الله. طيب مبدئيا كده الفريق اتكون ازاي؟ الفريق هو انا اللي مكونه. انا كنت خدت مركز سنه على مستوى جامعه دلتا. كنت انا ممثل جامعه المنصوره في المسابقه كويس في الشارع العامي. فمن هنا بدات فكره ان انا عرفت يعني ايه باند وعرفت يعني ايه الشعر والمزيكا. بدات يعني اتواصل مع ناس اكتر من اللي انا اعرفهم. كويس. فالناس عرضت عليا اكتر من باند انضم ليه. فانا بصراحه جت فكره ممكن تكون فيها انانيه شويه، ان انا حبيت يكون في باند انا اعمله واحط فيه الفكره الجديده بتاعتي. كويس انك انت تدمج الشعر مع لا دي الفكره، ده التقليدي. هو في فكرتين في الباند. الباند اللي هيبقى كل موهبه موجود فيها نوعين، بنت وولد. بنت وولد بيغنوا، بنت ولد بيقولوا شعر، وفي رابر معانا، في العازف اكتر من عازف. الاضافه الثانيه بقى هيبقى هو بالنسبه لنا هيبقى العرض بتاعنا مش حفله شعر، هيبقى يعني اقرب لعرض مسرحي. بمعنى ان هيبقى كل المجموعه على الستيج مع بعض. السبوت هيبقى على اللي بيتكلم. في نفس الوقت الاجد جدا اللي هيبقى فيه ولد بيرسم لوحه بتعبر عن الموقف اللي احنا كلنا اجتمعنا في كلامنا عليه. وهيتدرب بحيث يخلص هو رسمته مع نهايه كلامنا بالظبط. تمام. فبالتالي يبقى كده للجمهور واحد بيتكلم وواحد بيرسم. هتبص فين؟ تمام. جهاد انتوا من كليات مختلفه صح؟ تمام. طيب والتقيت انت اليوم ازاي؟ كانت مسابقه برضو واجتمعنا على ان احنا هو عنده فكره عايزين ننميها. احنا كلنا مواهب مختلفه، افكار مختلفه، كليات مختلفه، ويمكن كمان محافظات مختلفه. بس نتجمع على ان احنا كلنا عايزين نوصل لنفس الحلم. تتجمعوا ازاي بقى منكم محافظات؟ سفر بقى. تمام. كويس. بس اعتقد ان مواقع التواصل الاجتماعي ريحت امور كثيره جدا. ريحت كتير، بس بروفات لازم نكون كلنا متواجدين في مكان واحد. اكيد طبعا. اكيد. شادي قول لي بقى، هل بيبقى لك اختيار لحاجه معينه، ولا انت بتسيبهم هم يختاروا وانت بتعمل توزيع من اول وجديد، ولا ايه اللي بيتم بالظبط؟ هو اولا الدمج عموما بيختار ان انت تعمل جواه روح. عشان يبقى الدمج ناجح لازم تعمل جواه روح، يعني لازم تدور على ان كل حاجه تكمل الحاجه الثانيه عشان تبقى عملت حاجه فيها كينونه واحده. فهو مش فكره مين بيختار ومين مش بيختار، هو في الاخر اللي بيختار الرأي العام. ان احنا نجمع كلنا آرائنا في ان الحاجة دي هي اللي هتكون الحاجة دي. كويس. طيب انت رأيك اخر رأي قلته كان بخصوص ايه؟ ليه كده؟ لا انا بسأل بجد، لان ممكن يبقى في مثلا غنوة معينة تقول لهم يا جماعة انا شايفها دي مش حلوة. انا شايف ان احنا واحنا رايحين البرنامج نغني الاغنية الفلانية مثلا. ممكن تقول الاورج مثلا هيبقى في التوزيع دي هتبقى افضل ان احنا ندخلها مع الاغنيه. يعني ده اللي انا بتكلم فيه. والله يعني هو في اراء كتير. انا بصراحه ما اقدرش اقول ايه اخر راي ومش ايه اخر راي، بس هو فكره ان احنا دايما بنحاول نختلف عشان نتفق. ما فيش حاجه اسمها موافقه، احنا مش في مجلس الشعب يعني. تمام. كويس. انت هتسمعنا ايه يا محمد؟ هبدأ بحاجة اسمها قلعة محبة. قلعة محبة. مع المزيكا. هل هنا في اللحظة دي بتختار آلة معينة انت بتبقى حاببها من الأورج انها تخرج؟ لا يعني في ناس تقول لك مثلا حابب الناي يبقى معايا، في انا حابب العود يبقى معايا. انا احب العود، بس ما دام شادي فاللي شادي يحبه وانا هحبه. تمام. يعني انت سايب لشادي الاختيار في ده؟ طبعا ما ينفعش اتكلم في حاجه تبع العزف وشادي موجود يعني. لا انا بس انت مثلا هو انا اختيار الشخص انا بحب يشتغل معايا عود. بس هو ده انا بتكلم فيه. تمام. عن المخلوقه اللي في خيالي هبدا اتكلم عن السماء والبحر وجمال الليالي وحيرتي في حالي، ده دايما في بالي بيجي في منامي، يهمس فاهمس، يضحك فاضحك، اقول له بحبك يقول لي ده حقك، هقول له يا ضلي يقول لي عشقتك يا حته مني، ويلا يفضل لي
يا شعر سايح ويا رمش جارح، عيون حد غيري بتلمح خدودك. يا بحر واسع انا نفسي مرة اعرف حدودك. انا عقلي سارح ومش ناوي يرجع الا في وجودك. يا دولة عظيمة وناسها كريمة، انا حلمي ابقى في حبي وحيد، وادخل في قلبك وابني بقلبي 100,000 حاجز وسور من حديد، ويبقى ده قلبك قلعة محبة، وازرع في قلبك واسقي بدمي 100,000 وردة، واخطف جنودك واهرب هناك فتيجي ورايا، ونفضل نجري ونجري لساعات، وافضل اقولك اني في حبك كتبت ياما وياما حكايات، واني في بعدك ما كنتش بعيد، واني في قلبك لسه الوحيد، وانك في قلبي زي الوريد، وهفضل بقلبي محافظ عليكي. وانا ببني بيتي بقول لك يوماتي الاوضه اليمين هتبقى لبناتي، انا وانت نبقى في الاوضه اللي فوق، واصحيكي بدري ناخد وندي قبل البنات ما تبدا تفوق. كلمه بحبك بقت عادي عندي، اصل اللي عندي قد الشقوق اللي في حيطان كل الغلابه، اصل اللي عندي قد اللي عندك ويمكن زياده. حبيبتي حياتنا واحنا في بيتنا خاليه تماما من طعم الكآبه، وكل يوم جديد هيبقى لنا عيد، والضحكه هتبقى على وشوشنا عاده. حبيبتي ردي وقولي امين. حبيبتي انت فين؟ صورتك بعيده، قلبي بينبض بسرعه غريبه، عارفني بحلم لكنك حقيقه، بحس بوجودك في كل ساعه تعدي عليا ويمكن دقيقه، بفضل اشوفك واقبل ظروفك واحكي مشاكلي، لما بخلص بلاقيك رحتي وسبت النهايه تكتبها دموعي. ما هو اصل ليلك بيحلى لي اكتر لما ينور بس بشموعي. حبيبتي تعالي انا اصلي خايف تيجي النهايه فلاقيني وحدي بحضن ضلوعي. شكرا. جميل جميل. عاملين نظام ان حد يكتب شعر فحد يلحن فحد يغني جوه الفريق، ولا لسه ما عملتوش؟ ان شاء الله. ما خدتوش الخطوه دي؟ هو معمول بس مش بالشكل اللي لسه خرجناه للناس يعني. بيتعمل يعني حاليا في حاجات بتتعمل بس مش بالشكل لسه الجاهز اللي يخرج للناس اوريدي. كويس، بس هي الخطه موجوده يعني. الخطه يعني يبقى بنشتغل في فيها اغاني حالياً. خاصه بالباند. طبعا. طيب انت هتسمعينا ايه؟ مصر ولادي. مصر ولادي، يلا.
احسنت يا جهاد. قول لي يا شادي، في حاجه من تلحينك انت عملتها ولا لا؟ ممكن يبقى في حاجه بس ما اقدرش اعرضها. ده خايف حد يسرقها يعني ولا ايه؟ لا لا. ولا لسه ما خلصتش ولا ايه؟ ما نعتبرها لسه ما خلصتش. طيب كويس جدا. طيب العزف، قول لي يعني انت بقالك كام سنه بتعزف على الاورج؟ بقالي كام سنه؟ بقالك كتير؟ 18 سنه. الاورج بيبقى محتاج مواصفات خاصه تختلف عن اي آلة تانية؟ لا لا خالص. الاورج يعني بالنسبه لي انا ولا بالنسبه للاورج نفسه؟ لا، بتكلم على الاورج بشكل عام. انت اكيد عزفت اورج، ممكن تكون يعني جربت آلة تانية، او ممكن يكون هو الاورج بالنسبه لك هو الاساس. تمام. الاورج فيه سلاح ذو حدين. اللي هو الاورج ده ضمن كل الالات اللي ممكن تتخيلها في الدنيا كلها. الاورج مش ان انا اعرف اعزف على ده. ده سهل. لكن ان انت تعبر، تحس بالآلة دي وتعبر بالآلة دي وتحاول تحسس اللي قاعد لو مديك ظهره ان ده مش ان دي آلة حية. بيبقى ازاي؟ بان انت بتتقمص دور الآلة وانت على الأورج. تعرضها كده. تمام. هو ده اللي يفرق من واحد للتاني. كويس، جميل. بالنسبة لك انت محمود، قول لي الشعر وان يكون آلة موسيقية مصاحبة ليه، هل ده شايف ان بيبقى له اثره الايجابي مع المستقبل ولا لا؟ هو طبيعي المزيكا بتدي اي حاجة روح. يعني الكلام لو انا قلت لوحدي تمام هيبقى قوة الكلام هتأثر فيك. بس لو الكلام قوته نص كويس مش هيأثر فيك. صح؟ تمام. طب نص مع نص مزيكا هيأثر. طيب هل حاولت انك تعمل ميكس ما بين الشعر والغنى والعزف؟ ان شاء الله ده اللي هيبقى في العرض. ده لسه في ده اللي هيبقى موجود في العرض ان شاء الله. ان انا هفصل، ما هيبقى فيه انا مثلا هقول مثلا 4-5 ابيات من النص بتاعي، هتخش بعد كده جهاد تغني من النص برضو احنا اللي كاتبينه ومن تلحين شادي. بعد كده يخش ولد الرابر اللي فينا هيخش برضو كلام من عندنا. هيبقى الميكس اللي حضرتك بتتكلم عليه ده هو ده اللي هيبقى على الاستوديو كله، بحيث ما تديش ملل. انتوا عدد الفريق قد ايه؟ احنا لغايه دلوقتي العدد مش محدود، بسبب ان ممكن ادخل آلة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. بس انت بتبقى حاطط مثلا عناصر اساسيه، مثلا بتقول مثلا العناصر الاساسيه احنا مثلا 5 اساسيين وقابلين للزياده على حسب العرض مثلا. تمام. هو بالظبط العدد اللي حضرتك قلته، انا وجهاد وفي احمد عبد الحليم ونسمة فؤاد وشادي. 5 يعني. 2 بيقولوا شعر بنت ولد و2 بيغنوا بنت ولد. كويس. طيب انت هتسمعنا ايه تاني دلوقتي؟ ممكن نقول حاجه وطنيه ولا حاجه رومانسيه؟ زي ما انت تحب. هو في حاجه للقناه انا كتبتها بس مش يعني لسه ما اتدربتش عليها. لا خلينا في اللي انت لا هي اتكتبت عشان القناه بس ما ينفعش تعدي من غير ما نقولها يعني. لا ما خلاص انت جاي تقولها يلا نقولها. بس انا بتكلم انك انت تكون ما تتلخبطش وكده. ان شاء الله معانا الورق. يلا هنغلط. يلا. ألم. تمام مش هدي؟ ألم ودفتر ايه اللي اوصفك بيهم، وازاي يقولوا عسكر وانت اللي حاميهم. حلم البلد موصول بين القنال والنيل، دمعي لوحده يسيل وقت الهتاف ليكي. يمه بشوي وخليل بدمي هفديكي، بعرقي هرويكي واصحى في عز الليل واصليكي. ازاي اكون ابن الوطن غيرك، ازاي اكون ابن الوطن غيرك، وازاي هاجموكي وبياكلوا من خيرك، وازاي حكموكي وانت اللي شايله الطين، ومنين يجيب قوه يفرحهم وهو في الاصل حزين. ورق التوت في فصل الخريف اكبر مثال للضعف والخذلان، واكبر مثال للقوه اننا في ظرف سنه حفرنا قناه. كنا نفسنا نسمعها مع جهاد يعني. كنتوا جهزتوها دي. بس انتوا لازم كنتوا يعني تعملوا لنا النهارده حاجه كده ميكس بينكم وبين بعض على الاقل. هو للاسف بس يعني حصل يعني توتر بس في الميعاد نفسه. جميل بالنسبه لنا. ما فيش مشكله. جهاد هتسمعينا ايه تاني؟ ايه يا شادي؟ اكيد يعني طالما نسمع جهاد لازم نسمع منها بالرضا. يلا. احنا سمعناها كده؟ نزل نسمعها كتير. الرضا حاجه من الحاجات اللي بس دي اللي هنختم عليها؟ ماشي كويس. طب بما ان احنا خلاص يعني، طيب بما اننا خلصنا ده فوجئت بيقولوا لي دلوقتي ان احنا خلاص، حابين تقولوا ايه في نهايه اللقاء؟ يعني ان شاء الله هيبقى لنا اسم باذن الله. جهاد.
الحلم ما فيهوش مستحيل، مهما تعبت اكيد هتوصل، ربنا مش ضايع مجهود حد. اكيد. شادي؟ الصبر بيولد العزيمه. اكيد برضه، يعني جبت انت الحاجه المفيده جدا. في نهايه اللقاء، الشباب المصري بيمتلك قدرات كبيره جدا. الشباب المصري عنده استعداد انه يصنع المستحيل في كافه المجالات، ايا كان المجال اللي هم موجودين فيه. المهم ان الجهات المسؤوله والمجتمع ككل يكون دافع للشباب المصري انه ياخدوا خطوات ايجابيه للامام. بشكركم جدا، وانتظرونا في الاعاده من 2 ل 3 صباحا. نقول للساده المشاهدين السلام عليكم. شباب نتجمع سوا نتكلم عن حلم. اتفضل يا جهيز. برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاك، خلقت صوتي ويدك صورت برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي، خلقت صوتي ويدك صورت أعضائي، أبلغ بصوتي يا ربي مقصدي ومناي، لما ألاقيك لما ألاقيك لما ألاقيك لما ألاقيك ولما استمع شكوى